دخلت احدث الافلام اللي نزلت في السينما المصريه، وهو فيلم الشاطر من بطوله امير كرارة ومصطفى غريب وهنا الزاهد. فيا ترى بعد ما خلصت الفيلم عجبني ولا ايه الكلام؟ وهحكي لكم عن تجربتي قبل دخول الفيلم وانا اثناء الفيلم وكل الكلام ده. بس قبل ما ابتدي الحلقه طبعا انتوا عارفين لايكات وشيروا الحلقه في كل حته، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام فيلم الشاطر من بطوله زي ما انا قلت لك امير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، احمد عصام السيد، وايضا عادل كرم. والفيلم من تاليف واخراج واحد من اقوى المخرجين اذا ما كانش اقوى مخرج كوميدي في اخر 25 سنه مثلا، وهو احمد الجندي. فيا ترى يا ابو حميد عجبك الفيلم ولا لا؟ بس قبل السؤال ده هقول لك عن تجربتي، وانتوا عارفين بكل امانه وكل صراحه ان انتوا متعودين عليا ان انا صريح جدا، فانا هجيب لكم من الاخر. انا مش من الفانز بتوع امير كرارة عامه، يعني انا رايح الفيلم ده عشان شغلي وداخله كده اللي هو داخل فيلم الواحد انا ماليش فيه قوي. انا بقول لك اهو بكل امانه يعني، ولكن في دماغي اللي هو قشطه، هنا الزاهد تمام، مصطفى غريب اكتر واحد معلق عليه الامال في الفيلم، وداخل الفيلم بمود وحش. يعني كل حاجه حصلت غلط في اليوم اللي انا داخل فيه فيلم الشاطر، فداخل بمود وحش. فابتدينا اول ربع ساعه من الفيلم ماشيين وانا عمال اقول بقى تمام. حتى اول مشهد لمصطفى غريب ما كانش اللي هو قوي، اللي هو قلت تمام شكلنا كمان اللي انا معلق عليه الامال. وبس. احب اقول لكم دلوقتي الاجابه بتاعه السؤال، هل يا ابو حميد عجبك الفيلم ولا ما عجبكش الفيلم؟ احب اقول لكم يا جماعه ان ده مفاجاه صيف 2025 بالنسبه لي، ولم اكن اتوقع ان انا هخرج من فيلم الامير كرارة ان انا خارج مبسوط منه اكتر من فيلم احمد واحمد، خارج مبسوط منه اكتر من فيلم مشروع اكس، خارج منه اكتر من فيلم ريستارت، خارج منه يعني ده اكتر فيلم في الصيف نزل حتى الان خارج منه مبسوط. فيلم صيفي، فيلم اكشن كوميدي، وفيلم اكشن كوميدي حلو جامد، الاكشن فيه حلو، الكوميدي فيه اكتر من رائع. ونبتدي بالايجابيات. انا دي طبعا كانت ايجابيه. اول حاجه يا جماعه، امير كرارة عجبني جدا في الفيلم ده. هتقول لي عجبني ازاي؟ هقول لك ان هو اول حاجه اتعلم من البعبع. يعني مثلا البعبع ده لو تفتكروه كان كل اللي بيعمله في الفيلم ان هو بيبقى رد فعل على الكوميديان اللي معاه، اللي هو كان ساعتها اعتقد محمد عبد الرحمن توت. تحس حتى في طريقته في اللي هو ايه يا عم وانت مش عارفه ايه، تحسها ان هي كانت تقليديه جدا. في الفيلم ده في تطور ملحوظ كبير جدا، سواء في الاكشن سواء في ردود فعله مع مصطفى غريب، والكيمياء اللي كانت ما بينهم حلوه جدا، وايضا ان الدور ده لايق عليه جدا. فانا اعتقد ان يعني امير كرارة بعد الفيلم ده، يعني افكر فيها كده، افلام امير كرارة اعتقد بالنسبه لي او من وجهه نظري فيلم الشاطر هو يعتبر افضلهم او افضل فيلم عمله امير كرارة. هتقول لي طب انت شايف ايه كمان؟ هقول لك ان هو لايق عليه جدا الافلام اللي من النوعيه دي، اللي هو كان يتربع على عرشها طبعا محمد امام، الاكشن كوميدي. في الفيلم ده اثبت ان هو ده الجانرا اللي تنفع معاه جدا. وده مش معناه ان كل افلامه تبقى اكشن كوميدي، ولكن هو كويس جدا في الحته دي اللي هي اصلا قليله جدا ان انت تعمل الميكس ما بين الاكشن كوميدي بفيلم حلو. ونيجي عند الايجابيه الثانيه، هنا الزاهد. هنا الزاهد يا جماعه من الممثلات لما بتطلع في اي حاجه انا بنبسط الصراحه، ما بتضايقش منها خالص، وبتعمل الدور بلطف. يعني برضو الافلام الكوميدي اللي هي بتعملها او الادوار اللي هي بتعملها زي مثلا الفيلم اللي كان مع هشام ماجد السنه اللي فاتت، في الفيلم ده كمان ممكن يكون دورها كان احلى واجمد. ولكن نيجي عند مصطفى غريب. بص، مفيش حد في الجيل الجديد، انا جايبها من الخلاصه، مفيش حد من الجيل الجديد ده كله ضحكني قد مصطفى غريب. مفيش حد بيعرف يخرجني من مودي كده في ثانيه قد مصطفى غريب، وده بان في السينما. انا كنت داخل فعلا بمود متضايق وعايز اخلص بجد على قد ما اقدر عشان عايز اروح وانام واخلص اليوم ده، ولكن مصطفى غريب خرجني من السينما مبسوط وسعيد وبضحك وهقهق وضحكت وبنتظر كل المشاهد اللي هو بيطلع فيها. هو موجود في اغلبيه المشاهد ولكن منتظر طلعته. عنده تلقائيه غير طبيعيه يا جماعه. انا بحب مصطفى غريب جدا شكلها قريبه جدا، يعني البطوله المطلقه قريبه جدا، ولكن نقي حاجه مختلفه وجامده بالكوميديا بتاعتك اللي هي يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الراجل ده بجد عرف يغير مود بني ادم وعرف يغير مود القاعه. انا قاعد في قاعه كانت كلها مليانه ناس، كلها كانت بتضحك بصوت عالي جدا. وفي الكوميديا برضو بالنسبه لامير كرارة في مشهد مثلا او مشهدين ضحكوني منه جدا. في مشهد مثلا كان فيه مطارده عربيات وعمل رياكشن كده، ده ضحكني الصراحه، بس انا مش عايز احرق لك، لما تشوف فيلم يبقى افتكرها.
ابهرني. اما بالنسبه لاحمد عصام السيد فهو حضوره حلو، ولكن هل ضحكني او هل عمل حاجه مختلفه شفتها بتاع؟ لا، هو دوره حلو وقبوله حلو في الكاميرا، ده اللي انا اقدر اقوله عليه. اما بالنسبه طبعا لرب العمل ده كله المخرج احمد الجندي، عامل شغل حلو قوي في الاخراج في الفيلم ده، سواء في الاكشن او طبعا الكوميدي اللي هو البوب فيها. بس كان ممكن في مشاهد اكشن كنت حاسس ان هي ممكن تقل شويه، او حسيت ان في مشاهد اكشن طويله زياده عن اللزوم، بس ما حسيتش باي ملل الصراحه. واخر ايجابيه معانا قبل ما نخش على سلبيات الفيلم، بص انا طول عمري بكره موضوع ان يبقى في جزء تاني للفيلم، وانا على فكره يعني انتوا عارفين وما تقوليش انت حرقت، ولكن كل مصر عارفه انك انت لما بقيت تخش دلوقتي فيلم او بتخش سينما لازم اي فيلم يتعمل له هنت كده ان في جزء تاني، فده موجود في الشاطر. وانا هل انا اعترض على الموضوع ده؟ ما عنديش ما كل الافلام اتعمل لها جزء تاني يعني، ما جاتش عليه. بس انا ضد فكره ان احنا نحلب ونعمل اجزاء تاني، ممكن يبقى نفس الكرو ده بفيلم تاني فكره مختلفه، ولكن رايي مش مهم. المهم ان انا برضو طول عمري بعترض على فكره ضيف شرف. وضيوف الشرف يا جماعه احنا بقينا عارفينهم، هم بقوا 3 4 5 كده بيطلعوا في كل الافلام وبيتنقلوا وبيعملوا الواجب مع اصحابهم وكل الكلام ده، تمام؟ اللي هو احمد فهمي واحمد السقا عارفين، وفي شله كده على طول بتلاقيهم ضيف شرف. ضيف الشرف في الفيلم ده يا جماعه انا بصوت عالي اول ما طلع قلت ايه ده، بسبب اصلا ان انا اعتقد ان هو ما طلعش قبل كده ضيف شرف في حته اعتقد. وفي نفس الوقت انبسطت ان انا واحد من الفانز وانتوا عارفين طبعا، بس يعني انا مش عايز احرق عشان الناس تتفاجئ زيهم كده. واتمنى تحت في الكومنتات محدش يقول على فكره بتاع على فكره ده مكتوب تمام، بس خلي الواحد يخش كده ويتفاجئ مع نفسه. ونيجي بقى دلوقتي نخش على سلبيات الفيلم. كان في تويستات كتيره جدا في اخر الفيلم، اللي هو حسيت اللي هو في ممكن تويست في النص كان ممكن يتشال وكانت هتبقى برده اجمد عادي، بس هي في الاول في الاخر اراء. وبرده من ضمن الاسامي اللي انا تحمست ليها جدا في الفيلم لما لقيت اسمه في التتر تميم يونس، وكنت عايز اشوف هيعمل ايه في الفيلم ده، ولكن الدور اعتقد ان هو يعني هو دور كان ممكن يطلع منه كوميدي اكتر من كده، ولكن انا ما ضحكتش، بس في ناس كانت في القاعه بتضحك، فهي زي ما بقول لك هي الكوميديا اذواق. اما بقى بالنسبه بقى يعني في مشاهد المفروض في الفيلم ان انت رحت سافرت تركيا او سافرت حتت، يعني انا حسيت اللي هي مشاهد في تركيا خاصه لحد قبل المطاردات، انا حسيت ان احنا قاعدين في مصر الجديده عادي جدا جدا، مفيش اي معالم مفيش اي حاجه لتركيا الصراحه. وطبعا انتوا عارفيني الموضوع ده قليل ان هو يحصل وصعب ان هو يحصل غالبا في الافلام، ولكن البطل والبطله لازم يحصل ايه في الاخر، او مش لازم يحصل المشهد عموما بس يحصل حاجه معينه. انا حسيت ان الكيمياء اللي ما بين امير كرارة وهنا الزاهد في الفيلم ده بالذات ان هم كانوا ممكن يبقوا اصدقاء او مش اصدقاء، اللي هو قشطه حصل موقف فحصل كده فاحنا كملنا معاه عادي، مش لازم يحصل حب. يعني انا مش عارف دي هتبقى حرق بالنسبه لك ولا لا، بس انت اكيد متوقع ده. بس ما علينا يا جماعه، ده كل السلبيات اللي انا قلتها دي ما فرقتش معايا في اي حاجه، ان انا خارج من الفيلم مبسوط متفاجئ. مفاجاه صيف 2025 بالنسبه لي، وان انا داخل الفيلم زي ما قلت لك مودي وحش، وداخل الفيلم مش اللي هو حاطط تطلعات قليله جدا، خارج من الفيلم متفاجئ جدا ومبسوط قوي الصراحه، ودي حاجه كويسه جدا. واتمنى ان احنا نشوف تعامل تاني بين احمد الجندي وامير كرارة. وملخص الفيلم يا جماعه من الاخر، فيلم لطيف تتفرج عليه انت والاسره، هتخرجوا كلكم مبسوطين، لان في كميه جرعه كوميديا في الفيلم عاليه قوي، اعلى من افلام كوميديه كانت موجوده في الصيف ده اساسا. فخشوا اتفرجوا عليه واستمتعوا بوقتكم. في الاول وفي الاخر لو برضو ما عجبكش الفيلم، رايك فوق راسي، اهم حاجه نتناقش تحت في الكومنتات. وتقييم الفيلم الشاطر لامير كرارة هو، بص الفيلم هو يعني انا بالنسبه لي ياخد 7 من 10، بس عشان كل المفاجآت اللي حصلت دي وتغيير المود وان انا خرجت من فيلم مبسوط بجد، هديله 8 من 10. احلى مسا عليكم، والكرم بقى زياده بقى عم مواب، اشمعنى يعني نبقى كريمين كده مع الناس. ونيجي عند سؤال الحلقه دلوقتي، بعد ما تخش فيلم الشاطر، هل انت متفق معايا ان فيلم الشاطر هو افضل افلام امير كرارة ولا لا؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، هرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام لايكات كتير، اشتركوا على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج، واحلى مسا عليكم.